الدردشه رقم 5 على ميركاتو اليوفي. اغلبه يمكن ميركاتو بيع مفيش شراء، وهنتكلم لسه، وهنتكلم برضو على الموسم الجديد ان شاء الله. خلص يعني كل سنه وانتم طيبين. الاسبوع الجاي نتكلم شويه نظام الموسم الجديد ايه، فخلينا نبدا الدردشه على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم محمد هشام، ودي قناتي قناة اماتشات. خامس دردشة معانا الورقة، هنقعد نتكلم كده ونمزمز نشوف ايه اللي حصل في الميركاتو. ولو ان يعني يمكن الاسبوع ده في شوية تحركات او شوية اخبار، ولكن اكثرها ناحية البيع شوية، مفيش تقريبا انتدابات خالص. هنتكلم على الحاجات اللي يعني هنقول شبه رسمية، اغلب المصادر كلها اتفقت عليها، ولكن ما بنحبش نقول رسمي غير لما يكون في حاجة رسمي. في بعض الرسميات الخفيفة، لكن الحاجات التقيلة اللي هنتكلم عليها اغلبها لسه مش رسمي، ولكن يعني هنقول خلاص في طريقها للاعلانات الرسميه. يمكن وانا بنزل الحلقه ولا حاجه، لان زي ما بقول دايما عقبال ما بحضر الحلقه واطلعها يعني هتاخد لها، يعني النهارده يوم الاحد 13/8 الصبح، فيعني عقبال ما الحلقه تنزل جايز يكون في بعض الرسميات او بعض جايز صفقات الله اعلم. عايزين امبارح كان في برضو ماتش اتلانتا، يعني في شويه ملاحظات كده هنتكلم مع بعض. اول حاجه الرسميات، مفيش رسمي في الانتداب الوحيد هو فاكوندو جونزاليس المدافع، تقريبا 2 مليون ولا 3 مليون، حاجه خفيفه على الماشي كده، ولكن يعني كلام كتير انه ممكن يعار الله اعلم، وفي كلام انه ممكن لسه هيتمرن مع الفريق الاول وجايز يتم الاستبقاء عليه، ولكن لسه حتى الان لم يتم اتخاذ القرار بشانه. هو الولد يا عيني جه عمل الفحص الطبي ومضى، وطلع الاعلان الرسمي مرتبط بيه دي وينتر كمدافع ان هو راح اعاره جنوا تقريبا مع الزاميه شراء. بعض الشروط اللي توفرت او اتحققت هيكون خيار الشراء ده الزامي. غير فاكوندو جونزاليس اللي جه رسميا مفيش اي انتدابات رسميه نتكلم عليها، اغلب الحاجات بيع زي ما قلنا. دي وينتر او ديفنتر خلاص رسميا لجنوا. اكي برضو رسميا اعاره لاودينيزي، والكلام يقترب على اعاره بارانيكيا لفروزينوني. دي الحاجات الخفيفه فيها رسمي، وبارانيكيا لسه يعني رسميا لم يعلن. حاجتين برضو شبه رسمي او زي ما بقول على وشك الاعلان الرسمي، يمكن خبر فيهم حلو، وهو خلاص ان زكريا تقريبا خلاص رايح موناكو، صفقه يعني 20 مليون بلس. ده الكلام اللي متقال في الصحافه كله، لسه رسميا لم يتم الاعلان لا من جانب موناكو ولا من جانب يوفنتوس، ولكن خلاص اغلب المصادر بتتكلم على ان فاضل الوساطه الطبيه او حاجه، ولكن هي صفقه كانت ماشيه ببطء شديد، ونتمنى ان هي تتم رسمي. يعني عقبال ما اطلع الحلقه يا رب نسمع الرسمي، ولكن هي خلاص شبه رسميا ان زكريا رايح موناكو. يعني دي يمكن الخبر الحلو، لان فلوس تعتبر كويسه بالنسبه لتقديراته، ان احنا بنتكلم في فوق ال 20 مليون، فدي يعني انا شايف ان هي صفقه جيده جدا. وهنتكلم على جونتو عشان ناس كتير اللي راضي عنه واللي مش راضي عنه، ونتكلم فيما بعد. الصفقه الثانيه اللي يمكن الكبيره ولكن لسه لم يتم الاعلان عليها رسمي، صفقه ثنائيه لروفيلا وبيليجريني للاتسيو. طبعا احنا عارفين ان بيليجريني كان من فتره في كلام على اعاره لاتسيو، كان الكلام حتى من قبل صفقه ميلينكوفيتش سافيتش ان احنا بنقول ده كان عربون المحبه وان يخش في الصفقه. كلام ان كان ساعتها لاتسيو جاهز لتبادل مع اللي ممكن بيليجريني، بس كانوا عايزين روفيلا في الصفقه. ساري من الناس اللي معجبين جدا بروفيلا، ولكن اليوفنتوس كان بيرفض رفض تام في بدايه الميركاتو قبل موضوع الهلال، علشان طبعا جيوفاني البانيزي طلع قال لك ان ميلينكوفيتش سافيتش هو اللي اختار المال والفلوس. طبعا ده كلام تهريج، لان قبل الهلال موضوعه بكتير. يعني الهلال احنا قاعدين سافيتش ده بنفاوضه من زمن، يعني بعد الموسم ما انتهى على طول، وحتى من قبل ما الموسم ينتهي كان كلام كتير ان كان لاتسيو عايز روفيلا، واحنا كنا رافضين ان احنا نديهم روفيلا، وان كان كلام كتير ان هيكون الاعتماد عليه علشان يلعب في مركز الريجيستا مع لوكاتيلي او بدل لوكاتيلي. المهم كان ده التمسك بالموضوع. بعد ما ميلينكوفيتش سافيتش طار والهلال دخل على الصفقه، خلاص يعني الهلال من ساعه ما دخل على الصفقه عرض عليه تقريبا 20 مليون في الموسم، ورفض ميلينكوفيتش سافيتش، وبعديها الهلال ضغط تاني ب 25 مليون في الموسم تقريبا، وسافيتش وافق. يعني الموضوع مش ان هو خبط لزق علشان بس التوقيتات، احنا حاجه احنا عاصرناها وعشناها من اول الميركاتو، حتى من قبل الميركاتو ما يبدا. فيعني ما كانش في نيه اساسا للمبادله، وكان في رفض تام لادخال روفيلا في الصفقه، ولكن سبحان الله بقدره قادر في كلام ان هيكون في صفقه ثنائيه للاتسيو. يعني بيليجريني احتمال يكون اعاره مع اختيار شراء او احقيه. لسه طبعا التفاصيل الرسميه ما طلعتش لان الصفقه لم تتم رسمي، وفي كلام على ان هيكون بيع نهائي او اعاره مع الزام شراء لروفيلا تقريبا 17 مليون. كلام ان احنا هناخد في الصفقتين دول فوق ال 21 مليون تقريبا بلس بونص، او يعني في الرينج ده. ناس كتير متضايقه من الصفقه دي، وناس متضايقه على روفيلا، ليهم حق
حق يعني روفيلا موهبه ايطاليه وبشر بالخير جدا. ناس كتير يقول لك لا يعني ما شفناش منه حاجه بتذكر يعني ان احنا نزعل عليه. انا مش بقول ان انا زعلان عليه قوي يعني، مش اللي هو الندم الشديد عليه قد ما ندم ان هو كان طعم كبير كان تقدر تصطاد بيه سمك اكبر في صفقه سافيتش. يعني انت دلوقتي عندك مشكله في خط الوسط وانت قاعد بتدور وعايز تجيب خط وسط، وميلينكوفيتش سافيتش كان خط الوسط المتكامل اللي يعني هيسد لك فراغ كذا مركز في خط الوسط باريحيه وبمهاره تامه. ولكن مكابره من لوتيتو، وهو في الاخر يعني كسب. المكابره دي جابت نتيجتها من لوتيتو، لان هو في الاخر فاز، خد الفلوس اللي هو كان عايزها وما باعش لليوفنتوس. هو اليوفنتوس اللي خسر، ولكن الخساره الاكبر وهو ده اللي مضايقني ان احنا بعد ما هم رخموا علينا في صفقه سافيتش احنا بمنتهى البساطه هنديهم روفيلا وبليجريني. فالموضوع شويه من هنا الندم او من هنا الحسره او من هنا الزعل. ولكن روفيلا في حد ذاته طبعا هو موهبه وكل حاجه ومبشر بالخير وكان نفسنا يكمل، وعندك مشكله في مركز الريجيستا بدل لوكاتيلي. ولكن يعني خلص اللي حصل. هو الندم الاشد هو انت ما عرفتش تدخله في صفقه. يعني ده زي ما بقول انت عملت صفقه سافيتش بس يعني من غير تفصيله ان ما فيش سافيتش في الصفقه. يعني انت وديت لهم بليجريني وروفيلا وفي الاخر ما خدتش سافيتش. بصراحه هي لسه لم تعلن رسمي، ولكن صفقه هنشوف تفاصيلها ايه، ولكن هي صفقه مستفزه الى حد كبير. دي يمكن الحاجات الرسميه او شبه الرسميه. يعني طبعا في اشاعات كتير. موضوع طبعا خط الوسط ناس كتير بتتكلم على تورام من نيس، ومش عارف سفيان مرابط وديارة. طبعا مرابط في الغالب رايح مانشستر يونايتد، الكلام كتير على ان هو خلاص يعني مساله وقت مانشستر يونايتد هو الاقرب. انا لا اعتقد ان هو يعني هيكون قريب من اليوفنتوس. وبرده نفس الحكايه تورام، يعني انا شايف ان هيكون سعره غالي. ناس كتير بتتكلم على ان هيكون الطلب من بين 40 ل 50 مليون، وانت بتتكلم قاعد تزق يعني ب 2 مليون و3 مليون. فاعتقد ان تورام هيكون بعيد. ولو ان انا الولد شفت كام فيديو، انا ما بحبش احكم من فيديوهات ولكن مبشر شويه، ولكن يعني اعتقد برضه صفقه بعيده. كلام ان اقرب واحد هو ديارة 19 سنه 20 مليون، الله اعلم. ولكن عندي احساس ان ممكن ما يكونش فيه استخدام. وطالما كده هنعتمد على شباب. انا بصراحه فعلا نيكولوسي كافيليا فعلا في كام ماتش اللي شفتهم ليه الولد هادي وراسي وبيتقل على الكوره، مبشر الى حد كبير. مش بقول ان هو الاسطوره ويعني يا ولد، ولكن عندي امل كبير ان هو يكمل معانا في الفريق الاول، لان فعلا الولد يعني اظهر نضج بشكل كبير، عنده هدوء ورسوه. حتى امبارح في ماتش اتلانتا في كوره اللي اتعرضت له من كيزا ما شاطهاش ولا عمل فيها شقلبانات، هدي وعرضها، وكان ممكن يكون الهدف اللي ضاع بغرابه شديده. ولكن حقيقي هو الولد انا يعني مستبشر فيه خير. فنيكولوسي كافيليا فعلا يعني اتمنى ان هو يكمل مع الفريق الاول طالما كده مش هنجيب حد. وانا اعتقد ان مش هيكون في حد هيجي. يعني النهارده الصبح في نيكولاس كيرا كان بيتكلم على ان ممكن يكون في استخدام خط وسط. امبارح البانيزي قال لك ان في كلام ان ديبيت او في جدال ان نجيب خط وسط ولا لا. أليجري امبارح بعد الماتش طلع قال لك ان الفريق هيكون زي ما هو. انا بصراحه لا بصدق لا ده ولا ده ولا ده، انا ما بصدقش حاجه غير الافعال. فهل فعلا هيكون في استخدام لخط وسط تاني؟ الله اعلم. لكن انا لا اعتقد. يعني انا شايف الى حد كبير ان الاداره مش ناويه تصرف فلوس كده. هل هي مضحيه بالموسم وعلشان كده هي معتمده على أليجري ان خلاص كمل بقى، انت يعني ما عندكش استحقاق اوروبي، انت عندك دوري وكاس بس. واي حد كان بيدافع عن المدرب او جايز يكون المدرب نفسه مع الاداره كان بيقول ان مثلا في مشاكل اداريه، وطبعا كلنا شفناها برضو علشان نكون منصفين ان كان في مشاكل. ولو ان يعني لو احنا رجعنا بالذاكره المشاكل في الفريق كانت من قبل المشاكل بتاعه العقوبات والحاجات دي، ولكن هنعديها ونقول ان الموسم اللي فات كان موسم غير طبيعي. كان في شويه مشاكل اداريه وبعدين مشاكل مع الاتحاد الايطالي والاتحاد الاوروبي. فالموسم ده انت خلاص اليوفنتوس عمل تسويه هنا وتسويه هنا وما فيش اي عقوبات. يعني زي ايه، بدأ صفحه جديده بدون اي مشاكل مع الاتحاد الايطالي والاتحاد الاوروبي. خلاص ما فيش اي عقوبات، ما فيش اي حاجه المفروض ننتظرها الموسم ده. ما فيش استحقاق اوروبي ان هيكون مثلا مشتت الفريق او حاجه. فالفريق عنده فرصه ان هو يركز بشكل كبير. فانا حاسس ان الاداره بتقول انا ليه اصرف. يعني اساسا ما فيش سايكل ناويه تبدا علشان يعني كده في شويه تحفظات. الناس كلها بتتكلم على جون الكان على عيني وعلى راسي والثقه واليجري والكلام ده، كل ده على عيني وعلى راسي. ولكن اعتقد باستخدام جون تولي حاليا، جون تولي في مرحله دراسه بيشوف الوضع بيقيم الوضع، والاولويه حاليا الميزانيه. يعني انا كنت الاول فاكر ان جون تولي جاي يعمل لأليجري اللي هو عايزه. هو فعلا كان بيحاول يعمل لأليجري اللي هو عايزه بس في حدود المسموح. يعني برضو علشان نكون صراحه الاولويه هي تظبيط الميزانيه، لان جون تولي مش جاي يشتغل عند أليجري، هو جاي يشتغل في اليوفنتوس. فهو اكيد ناوي لتخطيطات في المستقبل. وهو ده الكلام اللي على جون تولي. الناس كتير يقول لك هو ما عملش حاجه وبتاع. هو اكيد مش هيجي بلاج اند بلاي بقى اللي هو هنحطه في الكوبس يشتغل على طول. لا، هو اكيد في فتره
الاول بيشوف البيئه المحيطه. انا شايف ان هو دلوقتي مركز في بيع بشكل كبير، اعارات مع الزاميات في بيع نهائي. يعني صفقه زكريا بيع نهائي دي ان تمت باذن الله تتم، يعني دي مش حاجه قليله وبرقم كويس جدا. يعني لم يستسلم، مش اي حاجه 15 مليون ويقلب، لا يعني الراجل فضل يفاوض لحد ما بنتكلم في فوق ال 20 مليون. فدي انا شايفها حاجه تحسب له جدا. كلام ان هو اولويته الحفاظ على كيزا وفلاوفيتش، فانا بصراحه الموضوع ده عاجبني جدا. فشكل الموضوع ده مدينا انا احساس ان الراجل فاهم الليله ماشيه ازاي، وجايز هو يحاول يستبقي على كيزا وفلاوفيتش ان دول اكتر اتنين لعيبه مهاريين هجوميا ومش هتعرف تعوضهم بمبلغ كبير. فهو بيحاول بقدر الامكان يظبط الميزانيه ويستبقي عليهم لحد مين عارف، ممكن المدرب الجاي يعني كنت بقول كده ان جايز يكون هو بيستبقي الوضع لما نشوف الامور. احنا مسلمينك الفريق نفس الفريق اللي انت كنت بيه الموسم اللي فات من غير مشاكل ومن غير استحقاق اوروبي. هنشوف بقى انت هتوصل لفين، وفي ضوءه كده يكون في تقييم اخر الموسم. وجايز الله اعلم لو في اي انحرافات خلال الموسم، ممكن يكون خلال الموسم ان يكون في قرار باستبدال المدرب، مع ان احنا بقى المدرب الجديد هيكون في موضوع زياده في الراس مال مع تظبيط الميزانيه، ممكن يكون في استخدام لبعض اللاعبين. وجايز برضه حتى المدرب الجديد لما يجي يشوف هو محتاج ايه، لان فلافيتش وكيزا يعني حتى امبارح في الماتش بتاع اتلانتا انا شايفهم الى حد كبير فايقين، الى حد ما التحركات احسن. يعني حق ربنا امبارح برضه كان ماتش اتلانتا الشوط الاول تحديدا كان في تحركات هجوميه، يعني تحسن بشكل ملحوظ امبارح. يعني الفريق كان شكله امبارح لا باس به بصراحه. الشوط الاولاني كامبياسو وويا، طبعا الناس بتتكلم على كامبياسو وويا، انا معجب بكامبياسو جدا، مش بقول ان هو واو، ولكن انا شايف ان الولد مجتهد بشكل كبير، بيأدي بشكل جيد اللي عليه. انا شايف ان هو احسن من كوستيتش يمكن. ومن ناحيه اليمين ويا امبارح يعني ناس كتير كانوا طايرين بيه، انا ما زلت عند رايي، يعني ربنا يستر. يعني اتمنى ان انا اكون غلطان ويا يكون فيه الخير، ولكن انا لسه برضه قلقان من الولد شويه. يعني من عندي انا كده عندي احساس ان هو يعني ربنا يستر وخلاص. ولكن بشكل كبير الفريق كان شكله لا باس به. طبعا عندنا دايما مشكله خط الوسط، يعني خلاص مستمره، لساني دلدل بقالي موسمين بقول خط الوسط، وعشان كده كنت عايز سافيتش مع قلوب الدفاع. يعني احنا برضو عندنا قلوب الدفاع الموضوع مقلق شويه. يعني يمكن قلوب دفاع ما عندكش غير برامر، جاتي، روجاني، خلاص بونوتشي انت بالسلامه، حتى ديفنتر. هويسن ده انا بصراحه الولد برضو مبشر كده زي نيكولوسي كافيليا، الولد مبشر الى حد ما، لسه ما خدش عيني قوي بس انا شايفه هادي وراسي. انا بحب اللعيبه اللي بيكونوا هاديين شويه في الملعب، ما بيكونش متلهوج، يعني بيفكر قبل ما يتحرك. فبصراحه الولد انا عاجبني، ولكن الله اعلم هيعتمدوا عليه ولا لا. لكن حاليا لو احنا بنتكلم زي الموسم اللي فات ما عندكش غير روجاني وبريمر وجاتي. طبعا دانيلو انت ممكن بتقلبه قلب دفاع بس هو مش قلب دفاع، الكساندرو مش قلب دفاع، مش هعتمد عليه قلب دفاع. فالى حد ما برضو موضوع الدفاع مقلق بالنسبه لي. ولكن خلاص واضح ان في يعني تناغم بين الاداره واليجري، يعني جايز ان هنكمل زي ما احنا كده، نظبط فلوسنا ونشوف الامور ايه، وجايز يكون يعني هنشوف اذا كنت تستحق بقى نصرف تاني نفتح الخزنه ولا لا، كفايه كده بقى. يعني ايه، ما نخسرش، ما يبقاش زي ما يقول موت وخراب ديار. جايز يكون ده التفكير والله اعلم، يعني ده اللي انا شايفه في المشهد. جايز يكون صح وجايز يكون غلط، ولكن ده الاحساس اللي انا شايفه. ولسه طبعا واحنا مع الميركاتو هيبان حاجات اكتر، ممكن نلاقي في اخر الميركاتو صفقات، الله اعلم، جايز صفقات كبيره، الله اعلم. احنا ان شاء الله يعني ايه متابعين وهنشوف. يعني لسه الميركاتو ما قفلش، ولكن يعني الشعور العام ان مش هيكون في صفقات. هي صفقه الموسم كانت تيموثي ويا، هنشوف ايه اللي هيحصل. بالنسبه لصفقه المبادله لوكاكو وفلاوفيتش، كلام في الاخبار ان الموضوع وقف، مفيش اي تحركات حاليا. معرفش ليه، عندي احساس ان لوكاكو كده كده جاي في الاخر، حتى لو بسبيل الاعاره. عملها قبل كده، ويعني زي ما نقول لو دراع تشيلسي وراح انتر، نفس الموضوع جايز يعمله مع اليوفنتوس، لان تشيلسي كده كده خسران لعيب راتب كبير وخلاص مش ما هيعتمد عليه، وخلاص اساسا واضح ان بشكل كبير يعني لوكاكو متفق وعاقد العزم 100% ان هو يروح اليوفنتوس. وواضح ان اليوفنتوس ولوكاكو جايز بيلعبوا لعبه يعني الويت اند سي، او لعبه الانتظار مع تشيلسي لغايه ما الامور يعني يحصل فيها حاجه. بعد ما كان الكلام على ان هي صفقه مبادله وان فلاوفيتش في النص، لا فلاوفيتش خرج من المعادله، وواضح من تحركات جونتو اللي في الميركاتو ان هو عايز يحافظ على فلاوفيتش. فهل ممكن نلاقي فلاوفيتش مع لوكاكو؟ الله اعلم. انا شايف ان ممكن جدا، يعني ده اللي وارد، الا اذا بقى لو في يعني جه برضو الانقاذ لتشيلسي من الفرق السعوديه ان لوكاكو يقبل بالعروض السعوديه اللي بتجيله. ولكن لغايه دلوقتي واضح ان هو فيرم او ماسك في موقفه ان هو مش عايز يروح السعوديه، هو عايز يكمل في اوروبا، وتحديدا عايز يجي اليوفنتوس. يعني ليه ما اعرفش، ولكن هنشوف الامور هيحصل فيها ايه. ولكن عندي احساس في الاخر ان لوكاكو جاي اليوفنتوس
حتى لو على سبيل الاعاره. انا شايف الاقرب ان ممكن يكون اعاره، يعني زي ما نقول كده ان هيغلب حمار تشيلسي في نهايه الميركاتو هيعملوا فيه ايه، فممكن يقبلوا بالعروض اللي ممكن يعني يوفنتوس يعملها لهم، او يا سلام بقى يجي صفقه مبادله مع مويس كين تبقى يعني هنا. ولكن لغايه دلوقتي الموضوع زي ما نقول مات الى حد كبير، ولكن انا اعتقد ان هناك جزوه تحت الرماد بالنسبه للوكاكو، ان احنا هنسمع كلام تاني على لوكاكو، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل. لسه الميركاتو قدامنا شويه. عايز اتكلم في بعض الحاجات غير الميركاتو. ان شاء الله احنا الميركاتو هيفضل مكمل معانا، يعني لسه هتكلم دلوقتي بقى على خطه الموسم الجديد. طبعا غير الميركاتو احنا ان شاء الله حلقات الميركاتو مكمله معانا لغايه ما الميركاتو يقفل ونقيم الميركاتو في النهايه. ولكن بالتوازي احنا ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، الموسم الجديد هيبدا الاسبوع الجاي. اول حاجه ان شاء الله باذن الله اللايف، احنا كده كده يعني كنت بقول لو حصل تغيير مدرب احتمال اوقف اللايف على اساس عايز اركز بزياده شويه. انا بحب اركز، يعني اللايف برضو بياخد اكيد من تركيز الواحد، ولكن في الغالب ان شاء الله اللايف بتاعنا مكمل، لان يعني اعتقد مش هيكون في جديد قوي، ولكن يعني هحاول اركز زياده في الماتش مع اللايف. يعني ربنا يقدرني ان انا اعمل الموضوع ده، لان بصراحه برضو انتوا وحشتوني، يعني فتره التوقف دي افتقدتكم. سبحان الله الوقت انا حاسس انه جري، يعني انا حاسس ان ما لحقناش الموسم يخلص وبدا على طول، فهي دي حاجه كويسه. ويمكن عشان كاس العالم اتعمل في يناير، فاحنا يعني ايه دخلنا على الموسم على طول، فدي حاجه كويسه. ما لحقتش اعمل لايفات في النص، ولكن يعني وحشتوني. ففعلا ان شاء الله يبقى لينا لقاء اللايف بتاع الماتش زي ما احنا متعودين مع بعض. ولكن الزياده ان شاء الله باذن الله يعني الموضوع ده انا هعمل احدهما او كلاهما، يعني اللي انا هقوله ده يا هعمله يا هو يا اللايف، يا اما باذن الله هحاول بقدر الامكان، وان شاء الله ده يكون النظام على طول، ان الاثنين مع بعض. ان بعد الماتش اوقات بيكون في بعض الحالات ما بنلحقش نتكلم عليها في اللايف، الناس كلها خلاص بتكون تعبت، وانا شخصيا بكون تعبت، بيبقوا ساعتين واكتر من ساعتين قاعدين نتفرج. في حاجات بتبقى عايزه تركيز زياده، في حاجات بتبقى عايزه تتشاف تاني، في حاجات الواحد بتكون طارت منه، في لغط تحكيمي او لغط على بعض الحالات، بعض التقييمات لبعض اللاعبين او للمدرب. فبصراحه ربنا ناوي ان شاء الله ان بعد كل ماتش تاني يوم الماتش على طول، او يعني بعديها بيوم على الاكتر، ان انا هعمل يعني فيديو سريع زي ملخص سريع، او لو في بعض الحاجات اللي عايز اتكلم عليها، او يعني زي ما نقول تقييمات ودردشه سريعه، او ملخص سريع لكل ماتش باذن الله. يعني زي ما نقول ايه الماتش كده في كبسوله، او تقييمات سريعه، او لو في اي حالات لغط تتلم كده في بعد اللايف. يعني اللايف ده احنا مع بعض، واللي عايز يقعد يشوف بقى رد الفعل لينا والحوارات اللي بيننا طول ما احنا قاعدين بنتفرج على الماتش نعملها سوا. اللي عنده بقى عايز يقعد يسمعها زي الراديو كده ينبسط في الاعاده يعني يبقى يسمعها. لكن في بعض الناس بتبقى عايزه تاخد الموضوع في كبسوله كده، فان شاء الله باذن الله نعمل يعني فيديو، مش هقول شورت دقيقه، ولكن يعني ممكن يكون مش كبير، يعني 5 دقائق 10 دقائق على حسب الحالات والديبيت والجدال، ولكن هيكون في حلقه متمنتجه بقى ان شاء الله بعد كل ماتش باذن الله. يعني ان شاء الله ربنا يقدرني اعمل الاثنين، والموسم ده ممكن يساعد شويه، لان خلاص مفيش حتى استحقاقات اوروبيه، فالموضوع ان شاء الله ممكن يكون سهل، يعني اتمنى باذن الله. التنويه المهم بقى جدا 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 جدا، يعني يمكن ما اعرفش الناس اللي طبعا اللي من بره مصر يعرفوا الموضوع ده او ما يعرفوش، ولكن ساعات كتير بقى يحصل قطع نور عندنا في مصر. قطع النور ده ساعات بيجي في اوقات، وفي اوقات يعني جايز ماتش اللي جاي ده يكون يعني الماتش هيكون مقطوع في النور، او هيجي بعديه يتقطع خلاله، ما اعرفش ايه اللي يحصل. والمشكله العويصه الثانيه ان ساعات لما بيقطع النور ده، يعني انا دايما بعتمد ان ممكن بعد ما يقطع النور، كنت دايما بعتمد ان انا بفتح الانترنت بتاع الموبايل اعمله هوت سبوت ال 4 جي بيقضيني، وان انا اقدر اخش على لو انا اكمل لايف ولا هعمل اي حاجه. للاسف ان المشكله بقى لنا فتره ان حتى المشاكل بتحصل مشاكل في الاتصالات مع قطع النور، يعني الانترنت بيكون تقريبا كأن ما فيش انترنت. لا قدر الله لو النور اتقطع ساعات، يعني ساعات ممكن بيكون في قطع عن الانترنت بشكل كامل، يعني كل الموبايلات اللي فيها 4 جي مفيش اي 4 جي خالص، او مفيش انترنت موبايل انترنت، ففي للاسف بيكون في تاثر من ناحيه الانترنت بشكل كبير. فكل الرغي ده والتنويه ده ليه؟ الرغي والتنويه ده علشان الموضوع هينقسم لحاجتين. ممكن الواحد هو طالع لايف النور يقطع، ولو النور قطع حاجه من الاثنين، يا اما عرفت ان انا ارجع على ال4 جي وارجع اللايف تاني في ضوء الشموع، حتى لو عرفت المهم هنرجع اللايف لمجرد التنويه ان انا اقول لكم ان انا يعني حتى اعرف اودعكم، يا اما ان انا مش هقدر ارجع تاني لان هيكون الانترنت مش عارف ارجع تاني خالص. فانا ساعتها بقول لكم انتظروا 5 دقائق 10 دقائق، رجعت ما رجعتش يبقى هبقى لما النور يرجع بقى بقول لكم ايه اللي حصل. فده التنويه الاولاني، ومعلش نستحمل بعضينا. التنويه الثاني ان لا قدر الله بقى النور قاطع والماتش هيجي، يعني انا المفروض ان انا مثلا النور الماتش الساعه مثلا 10 الا ربع، والنور قاطع من الساعه مثلا 9 ولا حاجه، وانا مش عارف هيجي مثلا 10
هيجي 10 ونص، الله اعلم هيجي امتى، الله اعلم قطع امتى قبل الماتش. فبرضو الموضوع هنا حاجه من الاثنين، يا اما ان انا هحاول لو في انترنت انوه ان في مثلا ممكن اتاخر على اللايف، او الله اعلم اللايف هيحصل فيه ايه، المهم حسب الحاله هنوه سواء على تويتر او على اليوتيوب، يا اما ان انا مش هعرف لان الانترنت هيكون مقطوع. معلش يعني برضو استحملوني ان لو ما عرفتش اتواصل معاكم ساعتها انتظروا شويه، واول ما النور يجي او الانترنت يجي هحاول اتواصل او ان انا اوضح ايه اللي حصل. فدي تنويهات هامه يعني زي خريطه الطريق او النظام ايه لما هنخش الموسم الجديد باذن الله. وان شاء الله ما يحصلش لا قطع نور ولا حاجه، لان الموضوع برضو قل بشكل كبير، ولكن كان ساعات يعني الله اعلم من هنا الاسبوع الجاي جايز الموضوع ينتهي خالص ما يكونش فيه قطع نور، وجايز يكون في اوقات الماتشات. وانتوا عارفين الانترنت حتى الماتشات بتعتمد على الانترنت. الموضوع دلوقتي الانترنت بقى حيوي جدا، وزي ما بقول المشكله الاكبر ان الانترنت ساعات مع قطع النور. يعني تواصلت مع شركه الاتصالات ولكن هي بتقول لي فعلا عندهم المشكله دي بيحاولوا يحلوها. ساعات بيحصل ان بيكون في انترنت حتى لو بطيء شويه، وساعات ما بيكونش في انترنت، بقى ما اعرفش ليه علاقه بالمحطات الشبكه والتقويه والبتنجان يعني. المهم اللي يخصكم اللي انا بقول لكم ان يعني معلش نستحمل بعضينا شويه، لان يعني الله اعلم ايه اللي هيحصل، وان شاء الله الامور تعدي سموث. ولكن انا حبيت انوه علشان لو ما عرفتش اقول لكم ساعتها. انا طبعا في اللايف برضه هقول عشان اللي ما شافش هنا في اللايف، هنوه في البدايه ان شاء الله برضه تاني في السريع اقول الخطه علشان ربنا يكرم. موسم جديد ربنا يجعله بالخير الاسبوع القادم. طبعا زي ما بقول ان حلقات الميركاتو برضو ماشيه لغايه ما الميركاتو يقفل، هنكمل في حلقات الميركاتو عادي مع اللايف والحلقات القصيره بتاعه الماتش. ان شاء الله باذن الله يكون موسم خيري، موسم جديد. لسه الواحد امبارح سبحان الله، مع ان الواحد قاعد يقول أليجري وما أليجري والدنيا زي ما هي والفريق زي ما هو، ولكن سبحان الله اليوفنتوس عشق. يعني الواحد يعني فعلا حاسس بحماس برضو، يعني غريبه جدا ان الواحد متحمس جدا ومتفائل برضو زي ما اعرفش، بس انا متفائل جدا. مش بضحك على نفسي والله، بس يمكن برضو ان التركيز بس على الدوري والكاس. بعض الشباب فعلا المبشرين بالخير مخلين الواحد نفسه يتابع الفريق يشوف تطورهم ايه. اعتقد ان كده كده هيكون يعني في استفاده من ناحيتين. الفريق مشي بشكل جيد وحقق بطولات احنا هننبسط، الفريق لا قدر الله ما مشيش كويس هنبقى احنا تابعنا المواهب الشابه دي، وجايز يكون في تغيير للمدرب والله اعلم. لكن يعني الحماس ابتدى يرجع تاني، حاسس بطاريه الحماس ابتدت تتشحن تاني. فان شاء الله باذن الله من هنا الاسبوع الجاي يعني نتقابل على خير. اتمنى ما كنتش نسيت اي حاجه، ولكن دي الدردشه اللي رقم 5 على الميركاتو، لسه زي ما بقول مكملين فيها. ولكن ان شاء الله يكون ميعادنا الجاي، الا اذا لو في حصل حاجه الله اعلم في الاسبوع ده، جايز اعمل حلقه تانية متسجله لو في حصل حاجه غريبه. ولكن اعتقد بنفس الريت ده ممكن دي تكون اخر حلقه ميركاتو قبل الدوري ما يبدا. وان شاء الله يكون ميعادنا في الحلقه الجايه او اللايف الجاي باذن الله بالنسبه لليوفنتوس يعني. بس انا استودعكم الله. واللي اول مره يشوف القناه دي، هي مش اساسا قناه عن اليوفنتوس، هي حاجات كتير اساسيات طب وعيون وطب بشكل مبسط، وحاجات كتير بعيد عن الطب وعن اليوفنتوس كلام عام وحاجات تانية كتير. بصوا على القوائم، ولو حسيتوا انها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب تكون القناه ممتعه ومفيده ومسليه للجميع. ربنا يدينا العمر والصحه، ونشوف بعض على خير الحلقه الجايه او اللايف الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.